تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية نزل رسميا في 11 محافظة حتى الآن، سواء تنسيق الثانوية العامة أو تنسيق ثانوي وخدمات، الاتنين نزلوا مع بعض. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية نزل، وتنسيق ثانوي وخدمات برضو المرحلة الثانية نزل مع تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية. تمام؟ تعالى مع بعض كده نعرف ايه هم ال11 محافظة اللي نزلوا حتى الآن في تنسيق الثانوية العامة وتنسيق ثانوي وخدمات، وهنتابع مع بعض ان شاء الله باقي المحافظات اول باول. عشان كده لو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة، ما تنساش تشترك في القناة، واعمل كمان لايك كده للفيديو عشان زمايلك اللي ما يعرفوش يعرفوا. تمام؟ واكتب لي في التعليقات انت محافظة ايه. وخلي بالك انا بعمل الفيديوهات دي ليه؟ لان ما زال في ناس حتى الان ما تعرفش ان المحافظة بتاعتها نزلت. يعني انا ببص في التعليقات بلاقي الناس سالت اسكندرية، الشرقية، المحافظات دي نزلت من زمان، فعشان كده بعمل الفيديوهات دي اول باول. تمام؟ عشان اقدر اوصل لاكبر عدد من الناس والكل يعرف ان المرحلة التانية نزلت في محافظته. فاللايك بتاعك هيفرق، هيخلي الفيديو يوصل لناس كتير. يعني بص، نبدأ كده نعرف ال11 محافظة مع بعض. تمام؟ سواء عام او خدمات. اول محافظة بني سويف 231، و خدمات منزلش فيها تنسيق المرحلة التانية. ده مش معناه ان هو منزلش، احتمال يكون نزل بس على حسب ظروف كل مدرسة. تمام؟ دمياط 225 او مرحلة تانية وخدمات 200. القاهرة 225 مرحلة تانية وخدمات 185. الشرقية 215 مرحلة تانية وخدمات 200. بعد كده الغربية 225 ولم يتم ذكر خدمات. المنوفية 227 وخدمات 207. اسكندرية 220 ولم يتم ذكر ثانوي وخدمات ولا في المرحلة الأولى ولا الثانية، فعلى حسب ظروف كل مدرسة وأعداد المتقدمين يعني. كفر الشيخ 240 وتم ذكر خدمات على حسب أعداد المتقدمين، هياخدوا منهم بنسبة 25% لأعلى مجموع. تمام؟ أسوان 200. الأقصر 225. البحيرة 220 وثانوي خدمات 180. دول ال11 محافظة اللي نزل فيهم تنسيق الثانوية العامة حتى الآن، وإن شاء الله هنكمل مع بعض باقي المحافظات أول بأول. عشان كده تابع الفيديوهات بتاعتي أول بأول عشان تكون أول واحد يعرف المحافظة بتاعتك إن شاء الله. وإن شاء الله باقي المحافظات يعني هتنزل، ما تقلقوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.